ألف مبروك يا عماد يا نحاس يا ابني على بطولة الدوري ال45. عفارم عليك يا واد يا عمدة، جبتها من بق بتوع الطموح. كانوا فاكرين إن الأهلي فريسة سهلة، وعلى رأي الشاعر الأهلي فريق جبار وعلم على بيراميدز وخلاهم يولعوا نار. ربنا يبارك فيك يا معلم كولر. المشكلة بقى انه بتاع بيراميدز ما يتكسفوش على دمهم ويسكتوا، لا دول بعد ما خلصوا الماتش مع سيراميكا قعدوا يحتفلوا، قال ايه هم ابطال الدوري. دول باين عليهم اتصدموا او اتجننوا في دماغهم. سيبك منهم، أهم حاجة إن درع الدوري في الأهلي، وخلي بقى اللي يحتفل يحتفل. المهم يا واد يا عمدة، إيه الطريقة الحلوة اللي أنت بتلعب بيها دي؟ ده أنا بقالي يجي 200 سنة في الشغلانة، وأول مرة أشوف طريقة اللعب دي والأهداف الكتيرة اللي الأهلي كان بيجيبها. لا عادي يعني يا معلم كولر، دي طريقة كنت جايبها من على النت كده، اسمها اظرف واجري، يعني هات جون واجري دور على التاني. ودي كانت طريقة الفراعنة زمان في كرة القدم، علشان كده تلاقينا بنجيب اهداف كتيرة وبنعلم على اي فرقة في الدوري. شكلك بتهتش عليا يا واد يا عماد، بس الصراحة من حقك. وبعدين خلي بالك، أنا اللي كنت بادئ الدوري ده مع الأهلي وعملت معاهم شغل حلو، يعني لولايا ما كنتش تقدر تاخدوا الدوري ده. يا عم كولر انت راجل كبير في السن ومش عايز اقولك روح تنيل، ده انت طمعت فينا اللي يسوى واللي ما يسواش. ده انت لو كنت كملت كنا خدنا مركز تالت ولا رابع. ده انا مستلم منك اللعيبة حالتهم بالبلة ونفسيتهم تعبانة، والواحد منهم ما كانش عارف يلعب في مركز ايه. الله صحيح، بمناسبة اللعيبة، ايه اللي حصل للواد وسام ابو علي ده؟ وايه كمية الاهداف اللي بيجيبها دي؟ ده كان معايا عامل زي الفرخة الدايخة، يقوم اول ما مشيت يخربها كده. يا معلم كولر ما تأخذنيش في الكلمة، انت اساسا كنت بتدافع، يعني بتجيب جون وتخلي اللعيبة كلها ترجع لورا، علشان كده حالتهم كانت متدهورة. وانا بفضل الله خليت الواد وسام ابو علي رجع للتهديف تاني وبيجيب بالسوبر هاتريك كمان. طيب ماشي يا وسام ابو علي، ما هو صحيح على رأي المثل، ما تعرفش بقيمة مرات ابوك غير لما تموت خالتك. المهم، هو كده انت هتكمل مع الاهلي ولا هيجيبوا حد تاني؟ ولو يا عماد يا ابني عايزين مدرب، انا موجود وقاعد عاطل في سويسرا. ده انا مش لاقي شغل ومعايا 8 احفاد وابوهم وامهم بصرف عليهم. ما خلاص يا عم كولر انت هتشحت. انا عن نفسي اديت مهمتي وراضي باللي انا حققته، بس هم هيجيبوا مدرب جديد اسمه خوسيه ريفيرو تقريبا من اسبانيا، بس بيقول عليه مدرب جامد يعني. يا نهار اسود، الواد ريفيرو بتاع اورلاندو، الله يحرق سنينه. ده فاز عليا في دوري ابطال افريقيا واحرجني اخر احراج. بس خلي بالك، ده مدرب على قده، بس هي بتيجي معاه ضربة حظ كده يعني. لا حول الله، ده الشغلانة لمت يا ولاد. خلاص بقى يا عم كولر، ما تقعدش تطلع اشاعات على المدرب الجديد. وبعدين خلاص انت اخدت يومينك في الاهلي، سيب بقى المجال لحد غيرك يعمل روح جديدة للفريق بدل ما انت طلعت روحنا يا اخي. يا سلام عليك يا واد يا عماد، ده انت ما طلعتش نحاس، ده انت طلعت دهب. المهم، ابقى سلمني على الكابتن الخطيب وقول له كولر كان ليه 3400 جنيه، خليه يبعتهم لي على البريد.